Welcome to a new episode of our beloved podcast, The End, with your host Tariq Ahmed. And let's get started now. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم طارق أحمد. النهاردة هنتكلم في حلقة جديدة من البودكاست الأسبوعي بتاعنا The End. زمان خالص في بداية وجود البشرية على الأرض أو نزول الإنسان على الأرض، كانت الناس بتتعامل مع بعض شوية بنظام المقايضة، اللي هو أنا أديلك حاجة أنت تديني في مقابلها حاجة. بعدها بشوية الناس بدأت تتقدم، عملوا شوية الفلوس دي كانت عبارة عن فضة أو ذهب. بعدها بشوية بدأت الناس تتعامل بسلعة تانية عشان تمشي أمورها، اللي هي فلوس الورق اللي احنا نعرفها النهاردة. لكن بعدها بفترة الفلوس شكلها اختلف. هي الفلوس لغاية النهاردة ورق، واي نعم بدأت تظهر العملات الرقمية بشكل أكبر شوية زي البيتكوين مثلا، لكن اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة هي عملة غير مادية شوية ومش رقمية. علشان انت لو جه في دماغك ان العملة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة هي عملة رقمية، اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هي الطاقة النفسية. وايوه، الطاقة النفسية هي عملة، هي المستخدمة دلوقتي. لو انت مش واخد بالك فانت كده في البودكاست ده هتفهم قد ايه الموضوع ده مهم، الموضوع ده خطير، والموضوع ده هو المشكلة بتاعتنا النهاردة. مشكلتنا النهاردة احنا هنتكلم عن الطاقة النفسية. هي دي العملة اللي احنا بنستخدمها الزمن ده، وهي عملة الطاقة النفسية. مبدئيا زي ما اتفقت معاكم، احنا كل مشكلة هنتكلم عنها في خلال الحلقات بتاعة البودكاست. دي طبعا حلقات مختلفة عن الفيديوهات العادية اللي احنا بننزلها، لكن المشكلة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة هنقسمها زي ما بنقسم كل المشاكل اللي هنتناقشها في البودكاست، وهي ايه هي المشكلة. ده رقم واحد. رقم اتنين، المشكلة دي أثرت ازاي. رقم تلاتة، المشكلة دي لو فضلت مكملة هنوصل لإيه. وآخر حاجة، ايه هو الحل الخاص بالمشكلة دي. خليني أقولك ان انت يومك المثالي، او ده يوم المثالي الخاص بأي بني آدم، اللي المفروض ده اليوم المثالي، ده اللي كده حياته ماشية صح. ان هو انت هتصحى مثلا الصبح بدري، هتنزل شغلك، تمام، هتخلص شغلك مثلا من الساعة 7، تقعد لغاية الساعة مثلا 3 4 قبل ما تخلص شغلك الساعة 2، ترجع شغلك، هتبدأ تريح شوية، تاخد بعضك، تنام شوية ساعتين، تنزل بعد كده تروح الجيم، تتعامل مع اصحابك شوية، تفتح السوشيال ميديا. لو انت متجوز وعندك اطفال طبعا هترجع تقعد مع مراتك شوية بالليل، مع اولادك. بعد كده تخلص اليوم بتاعك الطبيعي بتاعك وتبدأ تنام عشان تصحى تاني يوم تعيد نفس الروتين ده. وخليني اقول لك ان الروتين ده انت لو هتخلصه 5 ايام في الاسبوع، وعندك يومين اجازه، يوم منهم مثلا نقول بتتجمع مع العيله، بتاخد مراتك تفسحها، انت بنفسك بتخرج مع اصحابك. اليوم التاني بتبدا تاخد فيه انت بريك عشان تشحن نفسك وتشحن الطاقه اللي عندك، بعدين تقدر تنزل تكمل الشغل. ده كده اليوم المثالي، يعني ده اليوم اللي ما فيهوش اي حاجه، ده اليوم الطبيعي اللي انت كده تبقى واخد حقك وزياده يعني. طيب تعالى بقى نفصص اليوم ده، تعالى نشوف اليوم دوت بيبقى ماشي ازاي من ساعة ما تبدأ اليوم بتاعك. وهنا تعرف قد ايه ان الطاقة النفسية هي الثابت في كل التعاملات اليومية، هي دي اللي بتحركك في الاساس، مش الفلوس، مش ان انت تشتغل عشان تجيب فلوس فهو دوت اللي يعيشك، لا، انت طاقتك النفسية هي اللي معيشاك. الطاقة اللي جواك، اللي بتتأثر بنفسيتك، هي اللي بتخليك تقدر تكمل اليوم بتاعك او لا. انت مثلا فرضنا ان انت صحيت الصبح، فانت اصلا ان انت تبدأ تقسم يومك كله كامل بحيث ان انت تخلصه بدري عشان تصحى بدري وتنزل تروح شغلك، ده اوريدي بياخد منك جهد وبياخد منك جزء من الطاقه. بس خلينا نبدا نقول ان انت نزلت الشغل، تمام، وده يومك عادي وانت مسيستم روتينك وخلاص رحت الشغل. تعالى بقى خد عندك، هتقابل ناس كارهين مكانك، هتقابل ناس خلينا اقول ايه، نفسهم ان هم ياخدوا ستيب كده فوقيك ويتخطوك، هم يوصلوا قبلك، مش عارفه ايه. هتقابل ناس اعتماديين واتكاليين، عايزين هم اللي عايزينك انت اللي تبقى شايل الشغل وهم ما بيشتغلوش. هتقابل بعض الناس او بعض المديرين او المشرفين اللي فوقيك، هم اوريدي مزعجين، اوريدي بيخنقوك دايما في شغلك. كل دي ضغوطات انت مضطر تتعامل معاها. هتقابل اوريدي ضغط شغل، يعني سيبك بقى لو كل الناس دي كانت الحمد لله كويسه وجمال والدنيا لطيفه، هتقابل ضغط شغل كتير جدا عليك، هتقابل ان انت وراك شغل كتير لازم تخلصه، فانت كل ده بيضغط عليك، كل ده بيبدا ياخد من طاقتك شويه. فخلينا نقول انت مثلا طاقتك في الشغل اتسحبت بنسبه 20%. تعال نروح البيت، روح مراتك عايزاك تقعد تتكلم معاها طول الوقت، عندها مثلا ولادك عاملين مشاكل فانت اللي بتقعد تشيل. فرضنا ان انت مش متجوز، فانت مروح محتاج ان انت تبدا تعمل نفسك اكل، او ان انت تشتري اكل، او ان انت تشوف هتعمل ايه في موضوع الاكل. وعلى ما تخلصه محتاج ان انت تبدا تنام شويه علشان خاطر زي ما قلنا تنزل بقى تشوف اذا كنت هتروح الجيم، هتقوم لو انت متجوز تقعد مع مراتك وعيالك شويه. كل الحاجات دي بتاخد منك انت من طاقتك النفسيه. فرضنا بقى زن مثلا للعيال، زي ما قلت لك مشاكل بتحصل، كل الحاجات دي بتسحب انت من طاقتك. خد بالك ان ده كمان بيبدا يحصل معاك، ده في الروتين اليومي بتاعك، ده في الحياه العاديه. لو احنا قلنا ان انت حياتك زي ما قلنا حياه مثاليه، يعني انت عايش حياه جميله،
واصلا ان انت تلاقي حياه زي دي دلوقتي يعني دي معجزه. طيب تعالى بقى نشوف، يعني ناخد بقى من كل ده اللي انت اصلا طاقتك بتستنزف على مدار ال5 ايام وترجع تعيد كل الحوارات دي تاني. تعالى نشوف لو انت عايش في الوقت بقى بتاعنا، انا بكلمك في الشكل المثالي. تعالى بقى نشوف الوقت بتاعنا. طب إيه اللي موجود عندك في اليوم ده؟ الاسعار غاليه، فانت عندك مشاكل بتخليك عشان تصرف للحياه العاديه بس شويه تشتغل وقت اكتر بكتير. ده في اي مجال انت محتاج تشتغل وقت اكتر بكتير، لان ال الاسعار غاليه في العالم كله، وبالنسبه للفتره الاخيره فالاسعار بتزيد جامد. فانت اوريدي محتاج ان انت تشتغل وقت اكتر علشان خاطر تقدر تكفي بس حاجاتك العاديه اللي هي الاساسيات بتاعتك. طب تعالى نشوف، فرضنا مثلا ان انت عايز تتجوز، فبالنسبه للمهر والشبكه والحوارات دي كلها، الحاجات دي كلها بتبقى غاليه جدا خلال الفتره اللي احنا فيها ومن فتره طويله كمان. وحته دي يعني خلينا نقول ان هي دينيا غلط. يعني هو اصلا دينيا حته ان انت تغلي في المهور ده اصلا غلط، ولكن ده بيسبب لود عليك تاني زياده. فانت بعد مثلا ما انت ما كنت هتوصل للجول بتاع حياتك ان انت تبقى شاب متجوز وعندك اسره وعندك بيت وعندك شغلانه ثابته، بسبب غلاء الاسعار، بعد ما كنت انت هتوصل مثلا الحاجات دي كلها في سن مثلا ال 20 ولا ال 24 25، فانت هتوصل لها في سن مثلا خلينا نقول ال 28. وبعد ما توصل للموضوع ده تيجي تتجوز هتلاقي نفسك بتوصل في سن ال 30. ده لو انت بتبدا حياتك من الصفر، لو انت محدش بيساعدك، لو انت شاب زينا حياتك بسيطه جدا وانت بتحاول تسعى بس في الحياه، يعني انت مش بتعمل اي حاجه غير انت بتحاول تشتغل. وخد بالك ان انت عشان تقدر تشتغل اكتر وتحقق الحاجات دي، فانت طبعا بتبدا تاخد من صحتك، سواء صحتك النفسيه، ومضطر تقبل اي حاجه او اي وضع، اي خنقه بتحصل معاك في اي شغل، علشان بس انت تقدر بس تكسب فلوس وتقدر تمشي دنيتك وتبدا تمشي حالك. فانت بتعدى حاجات كتير. ليه؟ لان الاسعار غاليه، صعب انك تلاقي شغل، الموضوع بقى صعب. بالنسبه لموضوع الجواز كمان هو غالي عليك. طيب انت دلوقتي عندك الاسعار غاليه، عندك ان انت تيجي تتجوز الموضوع غالي جدا. قلنا ان انت الموضوع هياخد منك وقت عشان توصل فيه ان انت تعمل الحياه دي. انت محتاج على 30 35 وانت وحظك، يعني انت وحظك واجتهادك، الموضوع مش سهل. طيب هل بقى انت بيبقى عندك وقت للحياه العاديه؟ تعال نشوف بقى ايه الجوانب اللي سقطت منك. اول حاجه انت شغال الصبح خلاص، اخر الشيفت لما بيخلص مثلا على الظهر ده، لو انت لقيت شغلانه 8 ساعات يعني ومرتبها الى حد ما كويس، تقدر تنزل تاخد معاها شغلانه كمان. فانت اوريدي ضاع منك وقت للرياضه، فجسمك اوريدي بدا يضعف وصحتك بدات تضعف. الجهد اصلا النفسي اللي عليك تقيل، لان انت دايما باصص للحاجات اللي عليك اللي المفروض تخلصها. وقت الشغل زاد معاك سواء زمنا او وقتا. يعني انت يعني ايه الكلام ده؟ ممكن تحسهم واحد بس لا، خلينا اقول لك ان وقت الشغل كعدد ساعات عمل هو زياده فوق دماغك، زمنا للفتره الزمنيه اللي انت هتبقى مقضيها في الشغل بعد ما انت كنت توصل للجول بتاعك، زي ما قلنا في ال20 ولا ال24 ولا 25، فانت هتوصل للجول بتاعك في الثلاثينات. يعني انت هتشتغل وقت اطول بكتير وتفضل قاعد في مفرمه ال 12 ساعه شغل علشان بس انت تقدر تعمل ايه؟ تقدر تعمل الحاجات الاساسيه، اللي هو انت تتجوز وعندك حياه عاديه بس شويه. ده طبعا بقى بعيد عن انت بعد ما تتجوز توصل لحوارات كتير. ايا كان انت مضطر تتعامل مع ده، ايا كان انت مش هينفع تبقى واقف في حياتك، وايا كان انت مضطر تكمل. بس مضطر تكمل ده، ومع ان مفيش وقت للرفاهيه، مع ان انت محطوط عليك جامد، فده كله بيبدا ياخد من طاقتك النفسيه لدرجه ان انت في اخر اليوم ما بتبقاش قادر تتكلم. انت بس محتاج تريح لدرجه ان انت انك تتكلم مع حد او ترد على حد او حد مقموص، فانت بتحاول تتكلم معاه وتساعده او تصالحه او انت مبقاش عندك طاقه للموضوع. الموضوع خلاص بقى مش حمل ان انت تقدر تتكلم مع بني ادم عادي. وده اللي الناس كتير دلوقتي بتشتكي منه، ده اللي اي حد يجي يكلمه لك انا طاقتي خلصانه، انا مش قادر ان انا افتح او ارد، او مش قادر اعمل كذا، او ابسط الاشياء. انت حاجات بسيطه جدا، يعني مثلا اعمل لي كذا، تلاقي حد دخل في نوبه غضب جامد عشان حاجه بسيطه جدا. دي بتحصل لي انا شخصيا، انت توصل لنوبه غضب جامده جدا بسبب ان انت مضغوط جامد، فمش قادر تعمل الحاجات البسيطه. الناس شايفاها بسيطه بس هي مش بسيطه، هي جت بعد ما انت طاقتك خلصت. عشان كده تلاقي ان معظم الناس اللي عندها ادراك بالمصطلح ده بتلاقيه خد وقت فصل فيه، حاول ان هو يقوم قافل على نفسه، ما يكلمش حد، ما يفتحش السوشيال ميديا، تلاقيه قاعد لوحده كده بيحاول يهدى، بيحاول يشوف هو ايه اللي وراه، يا دوبك بس بيمشي اساسيات الحياه العاديه. هو كمان مش، خد بالك، هو مش قفل على نفسه وانقطع عن الحياه، لا، ده هو قفل على نفسه ان هو ما بقاش يتكلم، ما بقاش يرد على حد، ما بقاش يعمل اي حاجه، ومكمل في شغله زي ما هو، عشان ده لازم يكمل فيه غصب عنه. ده اللي بيخليه يعيش يعني بمعنى صح. وفي نفس الوقت هو تلاقيه انعزل شويه، وبعد فتره تيجي تتكلم معاه تلاقيه هو النايس جاي اللي انت تتكلم معاه، صاحبك اللطيف اللي بتهزر وتضحك ويه. خد بالك ان في بوينت هنا برضو
لازم انت تبقى فاهمه. يعني الانانيه مش حلوه، ان انت تبقى اناني مع الناس. محتاج اللي قدامك دايما بيهزر، ومحتاج اللي قدامك دايما بيضحك، ومحتاج اللي قدامك دايما في المود الحلو بتاعه عشان انت بتتبسط من المود ده. فده غلط، انت كده اناني مع الشخص. لازم تبقى مقدر ان كل واحد بيبقى ليه ابس اند داون، يعني كل واحد ليه لحظات بيبقى هو تمام فيها وبيهزر ويضحك وعنده قابليه ان هو يتكلم وان هو يشتغل وان هو ينتج، وفي اوقات الانسان بيبقى محبط، في اوقات الانسان بيبقى خلصان، في حاجات مش كل حد يقدر يكلمك عنها. كل واحد ليه خصوصيات في حياته ممكن ما يقدرش يكلمك عنها. الحاجات دي كلها لازم انت تبقى مقدرها. يعني بمعنى صح يا اسطى، ما تبقاش خنزير يا اسطى. يا اسطى قدر الناس يعني فاهم؟ قدر صحابك، قدر ان الناس عندها طاقه نفسيه زي ما انت مثلا بتتضايق ان حد يجي على طاقه نفسيه، فقدر الناس ليها طاقه نفسيه. حاول تتعامل مع الناس كلها باحترام، وحاول توصل للناس ان فعلا انت محتاج وقت تبريك، ان انت تاخد وقت راحه، تهدى كده من الدوشه اللي حواليك، وتبدا تاخد تقييمات لحياتك، تبدا ترتب اولويات، وتبدا تقلل وقت كتير قوي. بس ما تنعزلش انعزال كامل، لان انت لو انعزلت انعزال كامل فانت وقفت حياتك. حاول ما توقفش حياتك، حاول ان انت تبقى شغال وتبدا تاخد البريك بتاعك. وده هنا بيرجعنا للمشكله الاساسيه، وهي طاقتك النفسيه. المشكله بتاعت استخدام الطاقه النفسيه بشكل مستمر علشان خاطر تقدر تبقى النايس جاي، تقدر ان انت تبقى الراجل اللطيف اللي بيتعامل مع الناس بشكل محترم، بشكل كويس، بشكل ما يخلكش انت حتى مش راضي عن طريقتك في التعامل. ده بياخد من طاقتك، بيخليك انت تيجي في فتره تتحول بقى مش للنايس جاي خالص، تتحول لشخص وحش جدا. ولو مش فارق معاك بقى خلاص اولع، يعني عارف اللي هو ايه، انت ليه بتعاملنا كده، او ليه مش عارفه ايه، وانا بكلمك وما بتردش، او وانت كل مره بتهندل الشخص اللي بتقول له معلش والله اصلي مضغوط، اصلي مش عارفه ايه. بس لو اللي قدامك مش بيقدر، فانت طبيعي ان انت تيجي في مره وهتقول له اتحرق، انا تعبان، انا خلصان. انت فاهم؟ فدايما المشكله هنا ان انت تفصل وتكمل في حياتك، وتحاول تبقى الراجل اللطيف في حياة الناس، وانت ما عندكش طاقة لده. ده هيأثر على حياتك كلها. طب تعالى بقى نشوف النقطة رقم 2، وهي المشكلة دي أثرت ازاي علينا في الوقت الحالي. المشكلة دي أثرت علينا في الوقت الحالي ده، ان انت عشان تقدر تتعامل مع الناس تبقى الشخص الكويس، الشخص اللطيف، الشخص اللي بيقدر، الشخص اللي دايما بيحاول ان هو يبقى بيضحك في وشك وبيتعامل. لو انت قلت كلمه الكلمه دي ضايقته، ممكن هو يعديها ويتعامل معاك بود ومن غير ما يتكلم عنها كتير، لان هو مش عايز يبقى زنان، او شخصك او الشخص الرخم او صاحبك الرخم اللي انت لما تيجي تتكلم معاه تلاقيه دايما بيشتكي. هو عشان ما بيحبش ده فاوريدي ما بيعاملكش ده، فتلاقيه كل ده بياخد من طاقته، بيسحب من طاقته، بيخليه هو في الاخر مضغوط، بيخليه هو يجي مره واحده تلاقيه عنده نوبة غضب رهيبة، وانت مش عارف دي من ايه او جت ازاي او ليه. طيب فاهم؟ بتبقى حاجة بسيطة، يعني انت اصلا ما بتبقاش متوقع ان هي تحصل بسبب حاجة تافهة. ممكن انت نفسك لو انت الشخص اللي بتغضب تلاقي نفسك متنرفز ومتعصب ومش عارف متنرفز ليه، انت متضايق، انت مضغوط، ومش عارف تطلع ايه السبب اللي خلاك تتضغط كده. ده كله بيرجع لان انت فقدت نفسك في التعامل مع الناس. النقطة دي مهمة جدا، حاول تركز معايا فيها. انت مش مطالب دايما انك تبقى النايس جاي، انت مش مطالب دايما انت تبقى عامل مع الناس كويس لو انت مش قادر. ده مش معناه ان انت تعامل الناس وحش عشان انت بس مضغوط، لا ده فهم غلط. لكن انت مش قادر تتعامل مع الناس كويس، حاول ايه تهدي الدنيا في التعامل، حاول تاخد فترة كده تبريك فيها، تاخد البريك بتاعك وزي ما قلنا وتهدى، وبعد كده ترجع تكمل تعامل مع الناس تاني. لان انت اكيد مش هتعيش انعزالي في حياتك معظم الوقت، لان انت ممكن تبقى منعزل في حياتك كتير، لكن في حاجات هتضطر تتعامل فيها مع الناس. ده بالنسبه لفكره نوبات الغضب اللي هتلاقي بتجيلك. بعد نوبات الغضب اللي هتجيلك هتلاقي نفسك بدات يحصل لك مشاكل نفسيه، بدات تتاذى في التعامل شويه مع الناس. تعال نحسبها، انت دلوقتي طاقتك خلصت في التعامل مع الناس، مش قادر تتعامل مع حد، مش قادر تتكلم مع حد، مش قادر تعمل المهام اليوميه اللي انت بتعملها، لان انت مش عندك القدره، بس انت نفسيا مش مهيئ للحاجات دي. طيب خلينا لو انت ما عملتش ده، فالناس اللي كان ليها تعاملات معاك، الناس اللي هي اوريدي متعود ان هو بيتعامل معاك على طول في كل يوم مثلا، او دايما انت الشخص اللطيف اللي بيهزر ويضحك معاهم، ومره واحده انت جيت سكت كده، فهتلاقي هم بداوا يحاولوا طب مالك، طب مش عارفه ايه. ده لما يوصلك لنوبه غضب هيخليك انت بعدها في فتره تبدا يحصل لك مشاكل نفسيه، يبدا انت حاسس ان الناس اللي حواليك مش بيدولك نفس التعامل الكويس اللي انت عايزه. انت مثلا بتقدر الناس زياده، والناس اللي حواليك مش بيدولك الحته دي. طب ده كله بالنسبه للنقطه رقم 1، واحنا كده اتكلمنا عن المشكله وايه السبب بتاعها او المسبب الرئيسي بتاعها، ان انت استهلكت في التعامل مع الناس من كتر ما بقيت عندك مهام يوميه المفروض تخلصها، مع زي ما قلنا الغلو، ومع صعوبه ان انت تقدر تلاقي حياه بس مثاليه عاديه، مش مثاليه يعني حياه عاديه بس تقدر تعيش فيها.
مع فترات شغلك اللي بقت اطول بكتير من الوقت الطبيعي، كل ده بيضغط عليك، كل ده ساعات بيوصلك لنوبات غضب. ممكن تبقى حاجه تافهه جدا وتعصبك، حاجه تافهه جدا، وتلاقي صاحبك المفضل اللي بتلاقيه بقى دايما بيهزر ويضحك، بتلاقيه راح متنرفز عليك، وتلاقيه بقى مش طايق نفسه، انت نفسك ما بتبقاش فاهم ليه. بس ده لان في ضغوط احنا ما بنقولهاش، في ضغوط الناس ما بتقدرش تقولها. طب هل ده بس اللي بيحصل معاك؟ لا، انت بعد فتره من الضغوط دي تبدا تحصل لك مشاكل نفسيه، انت بتبدا تحس ان الحياه مش عدل. بتبدا تحس ان ليه الناس دي توصل في حياتها وهما ما بيتعبوش التعب اللي انا بتعبه؟ طب هل الناس دي ما بتتعبش؟ يعني مش نقدر نقول كلهم، في ناس بتتعب فعلا، بس هل انت بقى ما بتتعبش؟ لا، انت بتتعب جامد كمان. بس هي الفكره ان فعلا الوقت اللي احنا فيه صعب، او الوقت اللي احنا موجودين فيه حاليا مش سهل. طيب ده بالنسبه لفكره نوبات الغضب اللي هتبدا تحصل لك، المشاكل النفسيه اللي هتبدا تحصل لك. هيحصل لك بعد كده ادمان. الادمان ده مش بس المخدرات او الكلام ده كله، لا، الادمان بعيدا عن فكره المخدرات، لان في ناس اوريدي بتتجه لها، لكن الادمان هيبقى معاك في حاجات غريبه. هتلاقي نفسك عندك ادمان على حاجات زي مثلا الالعاب. هتلاقي نفسك الالعاب بتاعه التليفونات، او مثلا كول اوف ديوتي، ببجي، خلينا نقول بعض الالعاب بتاعت البلاي ستيشن، فيفا، مش عارف ايه الحاجات دي كلها، تلاقي نفسك عندك ادمان عليها. ان كل ما يجي لك وقت تقدر تاخد فيه البريك بتاعك، تلاقي نفسك لا، انا عايز انزل اعمل ده. ليه؟ لان ده بيبسطني. طب هل ده بيبسطك كنوع من انواع تفريغ الطاقه بتاعتك؟ ولكن لما يبقى متكرر وتلاقي نفسك ادمنت عليه وتبقى مش قادر تكمل حياتك من غيره، ده ساعتها اللي هو فكره الادمان، ده ساعتها اللي بيعمل لك مشاكل كبيره. لكن حته ان انت تاخد الحاجه اللي بتفرحك كل فتره دي مش مشكله، بس لما تلاقي نفسك بقى عندك هوس بالحاجه دي، فهو ده الادمان. ده كله بيرجع نتيجه ان ده الحاجه اللي كانت بتبسطك وبتشحن لك بس طاقتك شويه، الحاجه اللي بتخرجك من المود اللي انت فيه. والسر هنا، وركز في الحته دي، السر هنا في المود، ان انت عايز تعيش مود معين، لان الواقع حواليك مش لطيف، فبتلاقي نفسك بدات تهرب من الواقع لمود انت حاسه لطيف. بتشغل اغنيه معينه، انت عارف مثلا ان انت الاغاني مش من الصح ان انت تسمعها مثلا، تلاقي نفسك بتدخل مود الاغاني، تلاقي نفسك بتدخل مود تاني مش حلو. هتلاقي نفسك بتبدا تعمل بعض الحاجات الغريبه، او بعض الحاجات الغلط، او بعض الحاجات اللي الدين اوريدي يعني بيعارض فكرتها. وده كله ليه؟ لان ده بيعيشك المود اللي بيخرجك من الواقع بتاعنا، اللي بيحسسك ان الدنيا حلوه، سواء ده حاجه كويسه حاجه وحشه. كل الاوضاع اللي انت بتخرج بيها من الواقع بتاعنا عشان تدخل واقع تاني، ده يسمى ادمان. ده بالنسبه للنقطه رقم 2. بالنسبه للنقطه رقم 2 دي مشكله كبيره. بالنسبه للنقطه رقم 3، لو فضلنا في الوضع ده، لو فضلت الدنيا بتغلى، وده للاسف موجود، لو فضلنا في الوضع دوت وفضلت الناس عندها جهل بفكره الطاقه النفسيه، وفكره ان انت لازم تبقى عندك احساس، زي ما قلنا يا اسطى، ما تبقاش خنزير مع زمايلك، ما تبقاش خنزير مع الناس، ما تبقاش تعاملك وحش مع الناس، وانت مصر ان الناس تعاملك حلو. ليه؟ لان انت تستحق ده. لو كده كنا زماننا دلوقتي عايشين كلنا في مدينه جميله ومدينه فاضله. لكن مش ده الحقيقه. الواقع ان انت هتقابل ناس وحشه وهتقابل ناس كويسه، هتقابل ناس انت بتقدر وهم ما بيقدروش. في الحاله دي اقطع تعامل معاهم، وحاول تلم حواليك الناس الكويسه، حاول تلم حواليك الناس اللي انت بتقدرهم وهم بيقدروك، الناس اللي عندهم ثقافه الطاقه النفسيه، الناس اللي عندهم ثقافه انه يصبر عليك لما يلاقيك فعلا خلصان، اللي يصبر عليك لما يلاقيك انت مضغوط. حاول تلم حواليك الناس دي وقاطع اي حد غيرهم. مش بقولك ان ده ان انت تقطعه من حياتك وترميه خالص، ولكن في الجانب النفسي لو حد ما بيقدرش التعب اللي انت فيه، فانت تعمل ايه؟ انت ابدأ شوف مين اللي بيقدر فترة تعبك النفسية. كلنا بيجي لنا فترة تعب نفسية، كلنا الواقع اللي احنا عايشينه بالنسبة لنا في احسن، كلنا عايزين الاحسن ده، لكن انت محتاج في حياتك الناس اللي تفهم دماغك، الناس اللي تفهم ان في طاقة انت محتاج تشحنها كل فترة. فعادي لو انت قفلت الفيس والواتس والسوشيال ميديا كلها يومين، ما حد يكون مش هيولع. وعادي ان الناس اللي انت عارفهم في حياتك يقول لك ما انا عارف ان انت اكيد مجهد، فانا عشان كده سبتك تريح. حافظ على الناس دي، وحاول تكتر منهم في حياتك، وحاول تبادل انت الناس. يعني انت لو انت من ضمن الناس اللي ما بتاخدش بالها في التعامل ومحتاج اللي قدامك يبقى دايما لطيف وبيضحك وبيهزر، فلا، حاول تفهم دماغ اللي قدامك، حاول تفهم ان في وقت بيبقى ابس وداون. الناس بيبقى عندها اوقات تبقى مزدهرة وقادرة تضحك وقادرة تهزر وتتفائل وتتكلم، واوقات مهما ما انت اديته خطب عن التفاؤل، هو خلاص، هو شايف الحياة كلها سودة يا اسطى. هو خلصان، فاهم؟ فحاول تقدر ده.
ده كده كان بالنسبه للنقطه رقم 2، وهي المشكله دي او التعامل بالطاقه النفسيه مع الناس. زي ما قلنا هي بقت عمله الزمن ده. ليه بقت عمله الزمن ده؟ لان انت عشان تجيب فلوس فانت محتاج تضحي بجزء من طاقتك عشان بس تجيب فلوس، اللي هي اللي انت بتقدر تشتري وتبيع بيها. فهي المحرك الاساسي اللي بيحركك هي الطاقه النفسيه. فده كانت يعني ايه طاقه نفسيه؟ دي رقم 1. رقم 2 قلنا المشكله بتاعتها في وجودها، في هي كوسيط في التعامل ما بينها وما بين الناس اثرت ازاي. ونقطه رقم 3، لو فضل الوضع اللي احنا فيه مكمل، لو فضل الوضع اللي احنا فيه مكمل، كل المشاكل اللي احنا اتكلمنا فيها دي هتزيد وهتضاعف لدرجه ان هي احيانا ممكن توصل لجرائم. ليه؟ لان الجرائم بتيجي دايما نتيجه الكبت، بتيجي دايما نتيجه الخنقه، بتيجي دايما نتيجه خليني اقول لك مش الفقر قوي، لان الفقر بيسبب بعض الجرائم، بس الفقر هيسبب معاك جرائم زي جرائم السرقه. ولو انت عندك مانع او رادع ديني قوي، يعني سواء بقى يعني انت ديانتك ايه من الاديان السماويه، فكل الاديان السماويه الثلاثه محرمين فكره السرقه، محرمين فكره الجرائم. فانت مهما كنت فقير وعندك رادع ديني قوي، استحاله ان انت تقرب لحاجه غلط. لكن مش السرقه هي الفكره اللي بتؤدي للجرائم اكتر من فكره الكبت النفسي. ايه الحل بتاع المشكله دي؟ الحل بتاع المشكله دي ان انت لازم تبقى فاهم، لازم تبقى مقدر ان انت عندك في حياتك جوانب نفسيه. لازم الجانب الصحي، لازم ان انت تبدا تاخد صحتك النفسيه تبدا تراعيها زي ما بتجانب صحتك الجسديه، لان صحتك النفسيه هي الاساس. لازم تبقى مقدر ان في جانب مهم ليك للرياضه، لان مع الخنقه، مع الكبت، مع شعورك المتواصل بان انت لازم تنام عشان تهرب من الواقع اللي انت فيه، مع ادمانك على اكل كتير، كل ده بيتعب جسمك وبيخليك انت مش قادر ان انت تحافظ على شكل جسمك الكويس، فده بيزود كآبتك زياده. فلازم تهتم سنه بالرياضه، لازم الجانب الرياضي والجانب الصحي تحافظ عليه، لازم الجانب النفسي تحاول على قد ما تقدر ان انت ما تعرضوش لاشخاص زي ما قلنا خنازير يبداوا يضغطوا على الجزء بتاعك ده نفسيا ومش مقدرين. فحاول دايما تبعد الجانب ده عنهم. حاول تتعامل مع الناس زي ما قلنا اللي فاهمين ده، حاول تتعامل مع الناس الكويسه اللي تقدر الاوقات اللي انت فيها فعلا تعبان. وبالنسبه لحته الجواز، فموضوع الجواز ده محتاج كلام كتير، ولكن انت كحد من الاهل او ايا كان، حاولوا ان انتوا يعني تمشوا براي الدين، بس اللي هو فكره ان انت تهدي المهر، تهدي المهور، لان ده بيعمل مشاكل كتير وبيبقى ليه تدخلات في مشاكل كتير جدا. ودايما المشاكل الخاصه بالشباب كلها دلوقتي هتلاقيها عن الجزئيه دي. قدر ان الاسعار ما بقتش زي الاول، قدر ان الدنيا ما بقتش زي الاول. فكل الجوانب دي انت لازم تحاول تهتم بيها. الانسان ليه كذا جانب في حياته، الجانب الديني ده بالذات مهم، هو ده اللي بيحاول يعالج صحتك النفسيه طول ما انت ملتزم بيه، طول ما انت قادر تظبطه. واخر حاجه ودي نصيحتي ليك، بالراحه على الناس الشقيانه، الناس اللي تعبانه، الناس اللي اوريدي مجهده وتلاقيه ساكت معظم الوقت. هو مش ساكت معظم الوقت عشان هو متوحد زي ما السوشيال ميديا محطه في دماغك، او هو ساكت طول الوقت عشان هو انسان انعزالي وانطوائي وخلاص. هو ساكت عشان بس يقدر يعيش الحياه العاديه، يقدر يعمل المهمات العاديه بدل ما يتجنن. ان هو يقدر ينزل شغله الصبح، يقدر يتعامل، يقدر يصبر على مديره الرخم، يقدر يصبر على التعامل مع الناس. فبالراحه على الناس دي، بالراحه على الناس اللي بتتعب، بالراحه على الناس اللي نفسيتها ضعيفه، بالراحه على الناس اللي نفسيتها هشه. فبالراحه على الناس دي، ما تبقاش شخص جلدك تخين وبتستحمل الكلام الوحش فتأذي غيرك بيه. في ناس ما بتقدرش تستحمل، في ناس ممكن كلمة من حضرتك طول اليوم تلاقيها هي همدته، تلاقيها هي خلاص يبقى نازل بطاقة وعنده تفاؤل وعنده شغل فعلا وعايز ينزل يعمل، وكلمة منك تخليه يتقفل يومه خالص. فبالراحة على الناس دي، ما تبقاش طريقتك وحشة، ما تبقاش غليظ كده وطريقتك مش لطيفة. حاول دايما تبقى تقدر الناس، حاول تفهم ان الانسان طاقة، الانسان طاقة نفسية، وهو ده الثابت الاساسي دلوقتي. الطاقة النفسية هي ده اللي بيحركك وبيحركني، احنا كلنا بشر. طاقتك النفسية وطاقتي النفسية لما بنتعب بتحتاج تتشحن. ولو انت واحد من الناس خلينا اقول اللي بيتعب بسرعة، اللي طاقته بتخلص بسرعة، اللي نفسه يعيش من غير وجع دماغ، فحاول ان انت لما تتأذي او تحس بكلمة مش حلوة ناحيتك او تحس بتعامل حد مش حبه، اوقف التعامل ده، اقطع التعامل ده. صدقني انت اللي كسبان. عندك جوانب كتير تقدر تعمل فيها الشخص، بس الجانب النفسي ما تسمحش لحد ابدا ان هو يأذيك نفسيا. لو حد يأذيك نفسيا صدقني انت اللي كسبان، ان انت تقطع علاقتك بيه تماما، ايا كان هو مين وايا كان هو صلته بيك ايه. ولكن حاول برضو تحافظ على صلة الرحم، لان ده دين، يعني دي حاجة بس حافظ عليها
من غير ما تأذي نفسك، وخد بريك. البريك هو اهم حاجة، ان انت تفصل، ده اهم حاجة، لان انت لو ما فصلتش مش هتقدر تكمل. اليوم الاجازة اللي انت بتعمل فيه حاجة بتحبها هو ده اللي بيخليك تقدر تكمل بقية الاسبوع. اليوم او النص يوم او الربع يوم اللي انت بتاخده تقعد بس ما تعملش اي حاجة فيه، انت بس قاعد كده، صدقني ده اللي بيخليك تقدر تكمل. ده كان كل حاجة النهاردة للبودكاست. انا مبسوط ان انا اتكلمت معاكم في الموضوع دوت، واتمنى ان انا افيد بيه حد. وحاولوا لو حد هيتابع الفيديو ده، لان عارف الفترة دي معظم الطلاب يعني بتوع ثانوية عامة اوريدي منفوخين، فحاولوا تدعوا للناس بتاعت ثانوية عامة، وحاولوا ان انتوا زي ما قلنا يعني تعرفوني لو في موضوع معين انت حاسس ان انت نفسيا مأذي بس مش قادر تعبر عنه، حاول تفهمني او تقولي في الكومنتات الموضوع ده واحنا هنتكلم عنه. ولو انت شخص عندك مشاكل نفسية فصدقني انت من الاصح ان انت تتعامل مع حد مختص. ان انت تتعامل مع حد مختص ده مهم جدا، وفي ناس كتير مختصة وفي ناس كتير بتفهم، لكن انت لازم تبقى عارف المشكلة اللي عندك ايه. وزي ما بنقول كل مرة، اول طريق للعلاج انك تعرف ان انت مريض. الاعتراف بالمرض هو اساس العلاج. ده كان كل حاجه. البودكاست ده كان معاكم طارق احمد، واتمنى ان الموضوع اللي اتكلمنا فيه المره دي يعجبكم، وان شاء الله المواضيع اللي جايه كمان هتبقى اجمل. وزي ما قلنا احنا وقفنا الاسبوع اللي فات بس لان في ضغطه شغل شويه وثانويه عامه وكده، لكن الاسبوع الجاي ان شاء الله حلقه جديده. اتمنى الحلقه دي تعجبكم. سلام.